هل يمكن لمنتخب أن يخسر لكنه يربح قلوب العالم بأكمله؟ هذا بالضبط ما فعله أسود الأطلس في مونديال 2026 من تعادل بطعم الهزيمة أمام البرازيل رغم السيطرة الكاملة إلى انتصار صعب على اسكتلندا، ثم ريمونتادا أسطورية أمام هايتي بعدما تأخر المغرب مرتين في النتيجة. وفي الدور 32 مباراة وصفها الجميع بالنهائي المبكر أمام هولندا انتهت بريمونتادا تاريخية وملحمة حسمت بركلات الترجيح. ثم جاءت رسالة المدرب محمد وهبي: لسنا هنا للمشاركة، نحن هنا للفوز بكأس العالم. كلمة أشعلت حماس اللاعبين فتحولت أمام كندا إلى عرض كروي مذهل وثلاثية نظيفة هزت البطولة. لكن حين جاءت لحظة الثار أمام فرنسا في ربع النهائي انهار الحلم، خسارة بهدفين دون رد وأداء لم يكن يشبه أسود الأطلس. فماذا حدث؟ كيف تحول المنتخب المغربي من أحد أقوى المرشحين للخروج من البطولة بهذه الطريقة؟ وما هي الكواليس التي لم يشاهدها أحد؟ هذا هو المشوار كامل، مباراة بمباراة، لحظة بلحظة، في واحدة من أكثر القصص إثارة في مونديال 2026. هل يمكن لمنتخب أن يخسر لكنه يربح قلوب العالم بأكمله؟ هذا بالضبط ما فعله أسود الأطلس في مونديال 2026 من تعادل بطعم الهزيمة أمام البرازيل رغم السيطرة الكاملة إلى انتصار صعب على اسكتلندا، ثم ريمونتادا أسطورية أمام هايتي بعدما تأخر المغرب مرتين في النتيجة. وفي الدور 32 مباراة وصفها الجميع بالنهائي المبكر أمام هولندا انتهت بريمونتادا تاريخية وملحمة حسمت بركلات الترجيح. ثم جاءت رسالة المدرب محمد وهبي: لسنا هنا للمشاركة، نحن هنا للفوز بكأس العالم. كلمة أشعلت حماس اللاعبين فتحولت أمام كندا إلى عرض كروي مذهل وثلاثية نظيفة هزت البطولة. لكن حين جاءت لحظة الثار أمام فرنسا في ربع النهائي انهار الحلم، خسارة بهدفين دون رد وأداء لم يكن يشبه أسود الأطلس. فماذا حدث؟ كيف تحول المنتخب المغربي من أحد أقوى المرشحين للخروج من البطولة بهذه الطريقة؟ وما هي الكواليس التي لم يشاهدها أحد؟ هذا هو المشوار كامل، مباراة بمباراة، لحظة بلحظة، في واحدة من أكثر القصص إثارة في مونديال 2026.